حد كان بعت لي الفيديو ده للأستاذ محمود داوود، بص عليه كده معايا. المسيحيين بيجيبوا فلوسهم منين؟ من تجارتهم. انت قاطع المسيحيين، اخوك المسلم ما اثرش معاك في حاجه. كل جنيه انت بتشتري بيه من واحد مسيحي انت كده بتساهم في سب الاسلام. لو انت قطعت هؤلاء اللي بيسبوا دينك ليل ونهار في الكنائس مش هيلاقوا ياكلوا. هم متكبرين، والولد توترس ده نايم على ودنه لانه راضي بهذا السب. ده هو يمكن هو اللي بيوجههم لهذا السب اصلا علشان يصد عن دين الله ويكرهوا الناس في الاسلام والمسلمين. دي رساله لكل مسلم، هؤلاء لا يستحقوا منك الا المقاطعه بضيعهم مع نفسهم يا باشا. انا بقول استاذ محمود داوود عشان احنا هنحتاج النقطه دي كمان شويه، بعيدا عن النقطه اللي كان بيقولها وانك انت تقاطع المسيحيين وتقاطع تجارتهم عشان كل جنيه هيكون سبب في ان هم يسبوا الاسلام او كل الكلام اللي هو قاله ده. لان باختصار الرزق ده لا بايده ولا بايدي ولا بايد اي حد، لكن الرزق ده بيكون بتاع ربنا وبس. لكن الحقيقه انا استوقفتني كام نقطه تانيين اهم بكتير. اول نقطه مثلا كانت طرق لها هو ان احنا كمسيحيين في الكنايس بنسب اديان اخرى او بنتكلم عليهم بالوحش، ودي الحقيقه حاجه انا مستغربها ومش مصدقها لان انا عمري ما شفتها. لان دايما في الكنيسه كل اللي بيهمنا هو خلاص نفس الانسان اللي موجود، واننا دايما بنصلي من اجل خلاص العالم كله. زي مثلا صوم يونان اللي لسه طالعين منه. هو احنا ليه اساسا بنصوم؟ احنا بنصوم علشان النفس تتهذب وعلشان النفس تسعى لخلاص نفسها او تسعى انها تعيش في حياة حقيقية مع ربنا، مش علشان تكون بتدين غيرها او تكون بتفكر في حياة غيرها او تكون بتحكم على غيرها. وان الكنيسة باستمرار لو جابت سيرة حد فهي بتكون بتجيبها علشان تصلي علشانه، وده اللي احنا بنعمله باستمرار في أي أشية من أواشي الزرع أو المياه أو الأنهار أو الزروع أو نلاقي كده إن الكنيسة دايما بتصلي بتقول اسعدها كمقدارها، فرح وجه الأرض ليروى حرثها ولتكثر أثمارها، أعدها للزرع والحصاد. لمين بقى؟ من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، من غير تمييز ومن غير ما نكون موجهين الدعوة دي علشان خاطر ناس بعينها، لكن هي متوجهة لكل الناس. أما النقطة كمان اللي كنت مستغربها وهو بيقول على البابا تودروس الولد ودروس، والولد توترس ده نايم على ودنه. مع طبعا خالص احترامي لقداسة البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني، بابا كنيستي اللي بنتمي ليها واللي علمني معنى الوطنية واللي علمني إن إحنا كلنا تحت سقف وطن واحد، واللي كان له جملة عظيمة جدا في 2013 وقت ما كنايس كتير اتحرقت، لما طلع بمنتهى الوطنية وقال إن وطن بلا كنائس أحسن من كنايس بلا وطن. لأن في البداية يا أستاذ محمود لما أنا جيت أعلق على الفيديو قلت فيديو للأستاذ محمود داوود، وهي دي الفكرة إن أنا محترمك مش بس لإنك أكبر مني سنا أو جايز تكون أكبر مني بكام سنة، لكن لإني اتعلمت إني لازم دايما أكون محترم اللي قدامي حتى لو كنت مختلف معاه عقيديا أو لاهوتيا، وفي أي موضوع بيني وبينه ما يخرجش بره نطاق الاحترام والعقل والحوار، عكس اللي حضرتك بتقع فيه سواء انت او كمان الاستاذ معاذ عليان. صدقني الفيديو بتاعك هو مش دعوة للحوار ولا دعوة للمنطق ولا دعوة ان مثلا نقعد نتناقش في مين صح ومين غلط، قد ما انت لو فكرت فيه هتعرف ان الفيديو بتاعك هو مجرد دعوة لهدم السلم العام في مجتمعنا. لان صدقني اي وطن هو مش بيقوم على فصيل معين ومش بيقوم على اتباع دين معين ولا لناس بيتبعوا منطق واحد او منهجية فكرية واحدة، لكن دايما الحضارات والبلاد النظيفة دايما بتقوم على فكرة اننا كلنا بنكمل بعض، اننا كلنا رغم اختلافنا عارفين ازاي نتعايش مع بعض وازاي نوصل لمرحلة سلمية مع بعض، عارفين ازاي رغم وجود اختلافات بينا عارفين ازاي ان احنا نعيش ونحب فعلا بعض. لان الدين في الاول وفي الاخر هو علاقة شخصية بينك وبين ربنا، ولانك مستحيل تخلي الناس كلهم يبقوا تابعين لدين واحد او منطق واحد او حتى منهجية واحدة. وحتى لو كنت شايف ان في البعض ممكن يكون غلط او ممكن يكونوا شوية تطاولوا او فانت لازم تكون عارف ان مش دي تعاليمنا المسيحية الصحيحة، وان برضو مش من المنطق ولا من العقل ان ده يكون سبب كافي لدعوة ان الناس تقاطع بعضيها. لان اساس اي دين مش انه يحرض على فتنة بين الناس، لكن الناس ازاي تعيش مع بعض في حياة سلام وحياة محبة. لان مصر دي انت لو حبيت تشوفها فعلا وتعرفها عمرك ما هتعرف تميز ما بين المسلم والمسيحي فيها، هتلاقي الاتنين عايشين مع بعض عادي، بياكلوا نفس الفول كل يوم وبيشتغلوا مع بعض في نفس المكان وبيقعدوا مع بعض كمان على نفس القهوة، ضحكهم بيكون مع بعض، تشجيعهم للرياضة أو لنادي معين بيكون مع بعض. تلاقي كمان من أحلى المشاهد كل سنة في قداس عيد الميلاد
في العاصمة الإدارية الجديدة في قداس عيد الميلاد، لما تلاقي المسلمين حاضرين في قلب القداس، وتلاقي رئيس جمهوريتنا العظيم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بيحضر كل سنة علشان يهني البابا تدروس ويهني المسيحيين بعيد الميلاد المجيد. وهي دي مصر الحقيقية، مصر اللي مستحيل تعرف تفرق بين مسلميها ومسيحييها، مصر اللي وقت الثورة وفي أوقات تانية كتير كنت تلاقي المسلمين وهم واقفين بيصلوا مسيحيين ماسكين في ايدين بعض عشان يأمنوهم، وان وقت ما الكنايس كانت بتتهاجم وبتتحاصر بتلاقي المسلمين واقفين قدامها عشان يأمنوها، وتلاقي كمان ان العسكري اللي واقف بيأمن الكنيسة ممكن يكون مسلم. فصدقني كل كلامك ده مش هيغير في بلدنا حاجة، لكن صدقني لو حد محتاج انه فعلا يتغير هو انت، انك تدي فرصة لقلبك انه يعيش بالمحبة قبل ما تفكر أصلا تتكلم عن أي دين. لأن صدقني الأديان في أساسها هي جت علشان تنشر المحبة مش تنشر الخناق.